هتجيبيه وهتعمليه في البطرمانات طبعا، هتحطيه وهتاكلي احلى زيتون. طبعا بطريقه حلوه او سهله جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم الطريقه دي انا معتمداها بقالي سنين، وهقول لك ازاي تظبطي كمان الملح بتاعك على الشعره هيطلع معاكي مظبوط. عملته معاكم بقالي كذا سنه. السنه دي بقى ان شاء الله هقول لكم على طريقه احلى واحلى. نور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هاتي كميه الزيتون طبعا اللي انت عايزاه، ده زيتون تفاحي او الزيتون العزيز اللي انت عايزاه. تبداي طبعا الاول تشقيه بالسكينه شقه صغيره خالص او بالشوكه تغزيها. تمسكي واحده واحده كده بالشوكه تغزيها او بالسكينه تشقيها. واهم حاجه هننقعها طبعا لمده يومين، وكل 3 ساعات بنغير الميه بتاعته عشان الزيتون بيبقى مليان مراره. لازم ننقعه طبعا لمده يومين بعد ما بنشقه. يومين بالظبط. ونغير الميه بتاعته كل 4 ساعات كده نغير الميه بتاعته. بعد يومين جبت بقى ده فلفل بلدي، أهم لازم يكون فلفل بلدي، مش اي نوع فلفل تحطيه مع الزيتون، عشان خاطر لو اي نوع فلفل هيضرب معاكي في قلب الزيتون اثناء طبعا ما بتخلي. لازم الفلفل يكون بلدي معاكي. حطي الكميه اللي انت عايزاه. انا حطيت حوالي ربع كيلو، ده الزيتون ده كان حوالي 2 كيلو ونص زيتون تفاحي. حطيت له كمان حوالي ربع كيلو فلفل اللي هو الفلفل المكسيكي دوت. لو عندك فلفل رومي اضربي معاه كمان الاحمر، بيبقى حلو جدا جدا، او الفلفل بتاع الهريسه. تمام. ضفت كمان حبة بركة، عندك عصفر حطي، عندك كرفس حطي. واساس طبعا عصير ليمون، يعني 2 كيلو ونص دول هياخدوا معايا حوالي كوبايتين عصير ليمون. يعني بمعدل نقول مثلا من 2 كيلو الا ربع ل 2 كيلو ليمون. ليمون رخيص الايام ديت، هاتي منه طبعا. وعصريه بالعصاره، ولا في الخلاط ولا في الكبه، اهم حاجه بالعصاره هتعصريه. تمام. قلبت بقى الخلطه دي كويس قوي، الفلفل الاحمر هريسه ديت مع الفلفل البلدي مع الزيتون مع حبه البركه. زي ما بقول لك حطي عصفر، لو عندك كركم تضيفي معلقه صغيره خالص هيديله لون حلو جدا. وببدا اعبي بقى في البطرمان لازم تكوني معقماه وغسلاه كويس قوي يعني، ومنشفاه تماما ما فيهوش اي نقطه ميه خالص. ابداي اعبي البطرمان دوت بياخد 2 كيلو ونص بالظبط من الزيتون. عايزه اقول لك الزيتون التفاحي احلى بكتير من الزيتون العزيزي. احلى طبعا، في بيبقى حجم الزيتونيه بتبقى كبيره مليانه لحم، والبذره بتاعته بتبقى صغيره. اما الزيتون اللي هو العزيزي بيبقى العكس، اللحم بتاعه بيبقى قليل والبذره بتاعته بتبقى كبيره. انا بفضل الزيتون طبعا التفاحي. كمان التخليل بتاعه ما بيكملش 20 يوم، بص تلاقيه معاكي استوى بعد 20 يوم 25 يوم بالكتير قوي. لكن العزيزي بيقعد له مثلا 30 يوم 35 يوم عشان يستوي معاكي، فبيعوق شويه في السوا. بدات خلاص، حطيت اهوت الكميه كلها اللي معايا بتاعت الزيتون. وكمان ضفت كمان يعني معلقتين كبار من هريسه الشطه الحمراء ديت، والفلفل الاحمر المكسيكي ده حلو قوي. مال السوق الايام ديت هاتيه واضربيه في الكبه كده مع شويه ملح صغيرين خالص، بتنعموه في الكبه وتبداي تستخدميه على طول. هجيب بقى الكوبايتين عصير ليمون، وضفت لهم على طول حوالي 3 4 معالق من الخل. وضفت كمان لتر وربع من الميه. الملح هتظبطيه ازاي؟ كل لتر من الميه لتر ميه عليه 5 معالق كبار من الملح. يعني البطرمان دوت خد له حوالي نقول 6 معالق ونص. الكيس كله اصلا الكيس الصغير ده ابو جنيه كان حوالي 4 معالق كبار. فتحت كيس تاني وكملت على طول بقيه المقدار بتاعي. يبقى كل لتر من الميه على طول عليه 5 معالق كبار من الملح. ممكن بتختبري ببيضه، تجيبي بيضه وتحطيها بعد ما تقلبي الملح كويس قوي قوي. لازم الملح يدوب معاكي كويس جدا جدا. يعني بصي اهم خطوه ان انت تدوبي الملح كويس قوي، او تجيبي بيضه وتحطيها. لو البيضه دي جت على وش المحلول بتاعك من فوق اعرفي ان انت كده مظبطاه. لو لسه من تحت هتعوزي ملح تاني. هي في طريقه تانية برضو انا بحب ادوق المحلول دوت، بيبقى محدق شويه كده، تحس اللي هو عامل طعمه محدق زي المش كده، وهو ده المطلوب. تمام. يبقى كل لتر من الميه عليه على طول. إيه، انا ضفت له كمان معلقه كبيره او معلقتين كبار من هريسه الشطه كمان اهو في قلب المحلول. وكمان ما ننساش الجزر المبشور، انا نسيت اقول لكم على الجزر المبشور. حطيت حوالي كيلو جزر مبشور، كنت مفرزاه من الفريزر وحطيته على طول على الزيتون. هبدا بقى ادوب الملح كويس قوي قوي، كل لتر من الميه 5 معالق كبار من الملح.
ودوبناه كويس جدا مع بقيه المكونات. عندك كركم حطي معلقه صغيره، عندك عصفر حطي، هيديله لون حلو قوي قوي. انا بصراحه ما كانش عندي الحاجتين دول. عندك كرفس حطي، بس انا ما بحطلهوش توم خالص خالص. اهم حاجه بقى المحلول لازم يغطي الزيتون بتاعي، ولازم اطلع الهواء من داخل البطرمان وبهز فيه كده كويس قوي، وبضغط الزيتون لتحت كده. وده قشر الليمون اللي انا عصرته بالعصاره. بعمل ايه؟ بجيب قشر الليمون كده وبالشكل دوت بحطه من فوق، عشان الليمون طبعا ببقى محافظه عليه من تحت، هيحافظ لي على الليمون من تحت، هيحافظ لي على الزيتون من تحت، وقشر الليمون هيبقى من فوق. برص شويه بقى حلوين كده بالشكل دوت، وهبدا بقى اغطي على طول بحبه من الزيت. لو عندك بقى زيت زيتون يبقى يا سلام يا سلام، ما عندكيش بقى لازم زيت نضيف، بلاش الزيت اللي هو بتاع التموين دوت خالص، عشان بيبقى ليه ريحه طبعا انتوا عارفين. فزيت نضيف ابيض كده حلو، حط شويه على وش البطرمان بتاعك. وتجيبي بقى كيس استرتش او طبعا كيس ثلاجه. بصوا بالشكل ده اهوت، وابداوا على طول غطوا البطرمان بتاعكم بالكيس الاول، بعد كده الغطا. واهم حاجه بقى خطوه مهمه جدا، ما تبقيش بقى ناصحه كده وتجري تحطيه جنب الفرن بتاع البوتاجاز او جنب البوتاجاز، لان المنطقه دي بتبقى سخنه جدا جدا، وهيستوي معاكي على طول ومش هيبقى طعمه حلو خالص. اهم حاجه لازم تحطيه في مكان طبعا يكون ما فيهوش اي سخونيه خالص. تمام. المهم بقى خلاص اهوت، عايزه اقول لكم الكميه التانيه دي اللي كانت اللي في العلبه ده كان نص كيلو لوحده يعني. عملته في نفس يعني بنفس الطريقه بالظبط، وعملت له محلول برده ليمون برده زي ما بقول لكم. اهم حاجه عصير ليمون بيخليه مزز وحلو قوي قوي. البطرمان ده كله خد مني قد ايه؟ خد مني كوبايتين عصير ليمون كبار، بمعدل 2 كيلو الا ربع كده او كيلو ونص ايه من الليمون، تعصرهم بالعصاره. بصوا بقى بقلب شمال ويمين بقى بالشكل ده. هو ده شكل البطرمان بتاعي. عايزه اقول لكم بقى، لو لقيتوا زيتونه بايظه بالشكل ده ارميها، لقيت فلفل بايظ بالشكل ده ما استعملوش خالص، عشان ايه؟ ما يضربش معانا في قلب الزيتون ويستوي على طول، مش هيبقى حلو خالص. تمام كده. العلبه برده لو هتعملي في علبه لازم تغطيها كويس قوي بقشر الليمون. بعد ما بتحطي المحلول بتاعك غطي الزيتون كله، ما تسيبيش ولا زيتونه تبقى قابه لفوق. غطي بقشر الليمون بالشكل دوت اهوت، وابداي على طول هتضيفي طبقه من الزيت وتغطي بكيس استرتش، وبعد كده الغطا بتاع العلبه على طول بالشكل دوت. تمام. بصوا بغطي كله بقشر الليمون اللي انا عصراه. ولو في اي استفسار او طبعا لو في حاجه مش واضحه في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم بقى في فيديو جديد. وشايفين بقى الجمال حلو جدا. عايزه اقول لكم الزيتون ده عالمي عالمي. انا طبعا بجيب كميه بكميه يعني، ما بجيبش كميه كبيره واعملها مره واحده عشان ما اتعبش. وده بقى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.